بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، وإنا على فراقكم يا أهل الحولة، أبناءها شيبها وشبابها، رجالها ونساءها، أبطالها وعظماءها، إنا على فراقكم جميعا لمحزونون. ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يسخط عدونا، إنك يا بشار الأسد ونظامك لمهزومون بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأحبة، ماذا تنفع كلماتي أمام خروج شاب مؤمن مسلم يحمل سلاحه، آمن بالله عز وجل وامتلأ قلبه حبا به، خرج في ليل مظلم لكي يرابط في سبيل الله، وما طلعت عليه شمس ذلك اليوم الذي بعده إلا وروحه تفيض إلى بارئها. ما قيمة زاهر بعد راني أمام مثل هذه الصورة من أولئك الشباب العظماء الذين يقدمون الغالي والنفيس، يجودون بأرواحهم من أجل ماذا؟ من أجل الله الواحد الأحد الفرد الصمد. يا أيها الإخوة، إنما أتذكره وأنا أنظر إلى ذلك القبر الجماعي قول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يجلسون في مكاتبهم، والنار تغلي في قلوب الآباء والأمهات، والنار تغلي في قلوب الكبير والصغير من أبناء سوريا. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يا أيها الإخوة، كم أنتم عظماء يا أبناء سوريا على ما تقدمونه قربانا من أجل أن نعيش أحرارا، وأبناءنا وبناتنا 50 عاما 100 عام بل العمر كله. 50 عاما مرت ظلم وعدوان، طغيان واستبداد، كفر بالله عز وجل، تحجيم للعمل الإسلامي، خنق للمسلمين، عمل منظم للتشييع من شمال سوريا إلى جنوبها، ترعاه أجهزة الأمن والمخابرات. لماذا؟ أرادوا أن يجهلوا الناس بدينهم، أرادوا أن يسلخوا الناس عن مجتمعاتهم الدينية، أرادوا أن يجعلوا علاقة الفرد بالمسجد مقدار دخوله للصلاة وخروجها. ما ظنوا يوما من الأيام أن هذا الشعب الذي عملوا عليه 50 عاما من زمن الآب إلى زمن الابن، 50 عاما يعملون عليه، ما ظنوا أن هذا الشعب عصارة قلبه تنبض بحب الله، شرايينه يجري فيها حب الله، فعادت هذه الشعوب المؤمنة إلى دينها وإلى ربها، ولتخرج من بيت الله عز وجل ولتحجم هذا النظام. أدعوكم اليوم يا أيها الإخوة لتخرجوا من المساجد الرئيسية، حددوا مساجد معينة في المزة، في الميدان، في كفرسوسة، في حلب، في الجميلية، في الحميدية، هناك، حددوا مسجدا واحدا واجتمعوا فيه واخرجوا جميعا، بل إن استطعتم أن تعتصموا في المسجد، إن استطعتم أن تخرجوا من المسجد لتحتلوا ساحة رئيسية فافعلوا. إن هذا النظام لن يدعنا يا أيها الإخوة، قاتل أو مقتول. لقد كشر عن أنيابه وأظهر شراسته مع أبناء شعبه، إنه لا يستحي يا أيها الإخوة مما يفعل. بشار الجعفري ممثل النظام في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة التي تركت هذا الشعب السوري يسحق بأقدام النظام، لكن بعيد عليه ذلك يخرج بشار الجعفري
من مقر الأمم المتحدة ليقول لا يمكن للنظام أن يقتل شعبه. خسئت. فمن الذي يقتل شعبه؟ والله إن المسلم في سوريا وإن الموحد لله في سوريا لا يخاف أن يقتل طيرا، فكيف بأن يقتل بشرا؟ لقد أرغمتمونا على حمل السلاح. إنني أدعوكم اليوم يا أيها الإخوة مع كل أشراف العالم لأن تنتفضوا وأن تعلموا لن تفيد أمريكا ولا أوروبا ولا العالم كله، لن يفيدنا مثقال ذرة بأن يعيد لنا حقوقنا. سيكون شرف الشعب السوري أن يسترد حقه بيده يا أيها الإخوة. نعم، وليس ذلك على الله بعزيز. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقوته وإرادته وبعزيمته وعزيمة أصحابه وأبناء أمته، واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يبسط نفوذه هنا وهناك من خلال كلمة التوحيد: الله أكبر. يا أيها الإخوة، إنني أوجه رسالة مهمة اليوم. إن العالم كله يريد أن يجعل من اليمين المتطرف الذي يمثله هذا النظام، يريد أن يخلق حالة مضادة اسمها اليسار المتطرف. بدأنا نسمع أصوات هنا وهناك على صفحات الإنترنت تقول أبناء العلويين يقتلون بأبناء السنة في يوم من الأيام، وسيكون القصاص كذلك. لا يا أيها الإخوة، لتكن كلمة حق، ولا يظلم ربك أحدا، وما كان ربك ليظلم أحدا، وما كان المسلم ليظلم أحدا. لتكن كلمة الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القاتل يقتل، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. القاتل يقتل، والقصاص العادل للقاتل هو القتل. ولكن الذي لم يقتل يا أيها الإخوة، كيف لنا أن نقول يجب علينا أن نقتله؟ أنا اليوم لم أخرج لأقول لكم يا أيها الإخوة اجلسوا في بيوتاتكم واتركوا هذا النظام يفعل ما يفعل، بل أقول يجب علينا أن نرد الصائل عن صولاته وجولاته، ويجب علينا أن نبعده عن أراضينا وعن بلادنا وعن دورنا وعن أعراضنا بما نستطيع وبأي شكل نستطيعه. لكن يجب علينا أن يكون لدينا لغة العقل والتحكم والتبصر، ألا نتكلم بكلمات يا أيها الإخوة يسمعها العالم هنا وهناك ليقول إن القاعدة اليوم صارت في سوريا ولن يستطيع إلا النظام أن يخلصنا منها، وما كانت للقاعدة أن تدخل لولا أن النظام أدخلها. إن الشعب السوري المسلم هو سني وسطي محب لله ورسوله والمؤمنين والناس أجمعين. وإن اليوم ما نراه يا أيها الإخوة هو رد الظالم عن ظلمه وليس أكثر من ذلك. أي مجزرة ارتكبها أبناء السنة والجماعة على سطح وأرض سورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لم يفعل ذلك يا أيها الإخوة. علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. ندائي للعلويين، لأصحاب الطائفة وأبناء الطائفة العلوية: يا من تعرفوننا ونعرفكم، اتقوا الله فينا، واعلموا أن نظام بشار الأسد سيزول. والله لقد رأيت كيف حافظ الأسد ينزل إلى قبره يا أيها الإخوة. باتوا على قلل الأجبال يحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا من أعالي عز معقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. أين حافظ الأسد؟ أين حافظ الأسد؟ وغدا سأقول أين بشار الأسد؟ يا أيها الإخوة، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. الله عز وجل يجعل الأيام مداولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليعلم أهل الطائفة وأبناء الطائفة العلوية أن نظام بشار الأسد سيسقط، وأنه لا يمكن لكم إلا أن تعيشوا العيش المشترك معنا، ولكن يجب عليكم أن تردوا الظالم معنا حتى نعيش سوية. ومثل تلك الرسالة لأبناء الطائفة الإسماعيلية، ومثل تلك الرسالة لأبناء الموحدين الدروز في جبل العرب والسويداء وغيرها، ومثل ذلك وتلك الرسالة لأبناء الطائفة أو لأبناء النصرانيين المسيحيين في سوريا.
كذلك أقول لكم وجب علينا جميعا أن نتكاتف وأن نتعاون من أجل إسقاط هذا الظالم والطاغية. هذا أمر يا أيها الإخوة. وأما الأمر الثاني، أدعوكم لأن تخرجوا من بيوتات الله عز وجل زرافات ووحدانا وأن تحتلوا الساحات العامة. افعلوا ذلك في هذه الجمعة أو التي بعدها. وأقول لكم يا أيها الإخوة إن نصر الله قريب. وأختم بقولي: لقد وضعت اليوم على صفحتي نداءات، عشرات النداءات للسادة العلماء، هم تاج على الرأس وهم في العين، وما كان لي أن أكون عدوا لواحد منهم، وما كان لي أن أكون حاقدا على واحد منهم، وأنتم الأسبق مني إسلاما والأكثر مني علما ومعرفة. وضعت هذه الصور يا أيها الإخوة لأذكركم وأذكر الناس بكم، قادة روحيين وعلماء وموجهين ومربين وتربويين. عليكم أن تعودوا فتأخذوا زمام المبادرة، وأن يعود لكم موقعكم وموقفكم بين يدي الله عز وجل. سامحوني إذا كنت نشرت هذه الصور ليس من أجل عداوتي مع واحد منكم، فأنا أحب الجميع وأحترم الجميع، لكن وجب على كل عالم في سورية يخاف الله أن يجهر بكلمة الحق. وأختم قولي فأقول: إنني مقصر جدا، فليس مني إلا الكلام، وما أكثر المتكلمين وما أقل الذين يفعلون. وإذا الفعال مع المقال وزنته رجح الفعال وخف كل مقال. سامحوني، أنا مقصر يا أيها الإخوة، وأسرتي مقصرة، ولو قدمنا ما نملك لكنا مقصرين. فما قيمة واحد منا أمام ثائر بطل في الداخل إلا كقيمة قطرة الماء أمام المحيط، وقطرة الماء أمام البحر العظيم. أقول لكم منصورون بإذن الله. رحم الله أبناء الحولة ورحم الله أبناء سوريا، ولنأخذ حقنا بيدنا ولنجعل النصر توقيعه سورية كلها بيد السوريين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.